ميك المحامي دخل قسم الشرطة، قابله ضابط وعرض عليه قضية كفالة لواحد محبوس والمحامي بتاعه مش موجود والسبوبة فيها فلوس حلوة. ميك في الأول ما كانش مقتنع، بس بمكالمة من فال وافق يدخل اللعبة دي. أول حاجة عملها راح لموكله القديم في الحجز وطلب منه دفعة فلوس تانية عشان يكمل شغل، ولما الموكل حاول يتذاكى ويقول له الفلوس في الطريق، ميك بكل برود هدد إنه هيسيب القضية. الموكل قال له القانون ما بيسمحلكش، بس ميك كان مجهز الخطة. في الجلسة طلب من القاضي وقت زيادة عشان يجيب شاهد، والقاضي وافق، وده معناه إن المتهم هيفضل محبوس أكتر، فما بقاش قدامه غير إنه يدفع وهو ساكت. بعدها ميك كان قاعد ورا في عربيته والسواق بتاعه شغال، والسواق ده كان فاكر إن ميك مسحوب منه الرخصة، فحاول يثبت كفاءة عشان يبقى السواق الرسمي، بس ميك صدمه وقال له رخصتي معايا من 3 شهور يا بابا. وفجأة عصابة موتوسيكلات حصروا العربية من كل ناحية. السواق خاف وعاوز يهرب، بس ميك قال له اركن على جنب. زعيم العصابة نزل وسأله بغضب ليه ما خلصتش المصلحة في المحكمة. ميك رد بثبات انفعالي رهيب وفهمه ان الفلوس اللي طلبها دي عشان يصفر خبير يخلص الليلة، وقال له من الاخر يا تدفعه يا سيب القضية لغيري. وبما ان شغلهم كله شمال ومش عاوزين اسرارهم تروح لمحامي تاني، سلموه ظرف مليان فلوس وتوكلوا على الله. السواق سأله هو في خبير بجد؟ ميك ضحك وقال له مفيش خبير ولا نيلة، وبان ذكائه الشيطاني. رجع القسم تاني وقابل الموكل الجديد يونغ لويس اللي مقبوض عليه بتهمة اعتداء على بنت، وهو بيحاول يتكلم معاه كان في مسجون تاني عمال يقاطعه وعاوز محامي، بس ميك طرده عشان يركز في السبوبة الجديدة. ميك بدأ يغوص في تفاصيل قضية لويس، سأله كام سؤال بذكاء وقدر يلمح توتره، بس الولد أصر إنه بريء. ميك مسكتش، راح على طول مكتب المدعية العامة ماج اللي بينهم تاريخ قديم وقعد يثبتها بكلمتين حلوين وذوق كالعادة. هي كانت عاوزة ترفض الكفالة تماما، بس في الجلسة ميك لعب على وتر إن سجل لويس نظيف زي الفل وما عندوش غير مخالفات ركن، وقدر يقنع القاضي يوافق على الكفالة مقابل $1,000,000 وخلخال تتبع GPS. فال ظهر وشكروا على المصلحة دي وطلب منه يقنع أهل الولد يدفعوا الكفالة عن طريقه بدل ما يضطروا يبيعوا بيتهم اللي على البحر. ميك قابل محامي عيلة لويس وبدأوا يرسموا الخطة، وفجأة ظهر مصور صحفي عاوز يصور الهيصة، وبما إن عيلة وينزور مش عاوزة شوشرة، ميك بكل هدوء اشترى الشريط من المصور وخلص الليلة في صمت، وبعدها حط التسعيرة بتاعته على الترابيزة $100,000 مقدم، والعيلة وافقت من غير تفكير لأن الفلوس عندهم مش أزمة. وهو في طريقه قابل المصور اللي لسه بايع له الشريط ووزع له سبوبة كويسة ورجع له الشريط، مصلحة متبادلة وكل واحد مرضي. بعدها رجع الاسم لقى جلوريا مقبوض عليها في قضية تانية تعبانة. ميك فهمها موقفها بصراحة وقال لها إن الحبس احتمال كبير، بس هي كانت مموتة نفسها على مصحة بدل السجن، وعرضت عليه معلومات عن واحد هارب مقابل المصلحة دي. ميك ما ضيعش وقت وراح قابل محامي الهارب ده عشان يعرض الصفقة. موكلتها هتقول كل اللي تعرفه مقابل المصحة. وفي آخر اليوم ميك خد المحقق بتاعه وراح يقابل الست الغنية والدة لويس، وحاولت تدفع له كاش في ساعتها، بس هو رفض بذوق عشان يقضي على أي شبهة قانونية ضده. ميك أصر إن الأتعاب لازم تيجي من لويس نفسه مش من أمه، وده أسلوبه عشان يقضي على أي تلاعب قانوني ممكن يحصل بعدين. طلب من الأم تخرج وساب الولد يحكي حكايته، والولد حلف 100 يمين إنه بريء ومستعد يموت على الكلمة دي. حكى إنه شاف البنت ريجي في كباريه وكانت مع واحد تاني وحصل بينهم نكش بسيط. هي بعتت له منديل فيه عنوانها وطلبت تقابله. راح لها البيت بعد ما الراجل التاني مشي وبتقول له اتفضل ادخل، وفجأة ومن غير أي مقدمات ضربته بإزازة على دماغه والدنيا سودت في عينه. صحي لقى نفسه غرقان في دمه والمنطقة مقلوبة وصويت، والشرطة جت وهي بتمثل وبتقول إنه حاول يعتدي عليها. لويس لاحظ دم على إيده وفهم إنه فخ منصوب ليه بذكاء. تقرير الشرطة بيقول رواية تانية خالص، إن لويس اقتحم البيت ومعاه في سكينة وجرجرها لحد السلم وهي دفعت نفسها بالإزازة. ميك قال له ببرود لو الكلام ده تأليف فاحنا هنفرتك القضية دي حتة حتة، وسأله لآخر مرة ده اللي حصل بجد، والولد ما اهتزش وقال له أيوة. في الليل ميك وهو بيشرب مع المحقق بتاعه بدأ يميل لتصديق الولد، وشك إن الراجل اللي خرج من البيت هو اللي رجع ورتب الفيلم ده كله. المحقق ما كانش مقتنع وشايف إنه مجرد ابن ناس أغنياء مرفه وعصبي. فجأة ظهرت ماج وعرضت على ميك توصله عشان كان تقل في الشرب شوية، وأول ما حاول يثبتها بكلمتين سابته وجريت بالعربية. الصبح المحقق رجع ومعاه فيديو كاميرات المراقبة بتاعة الكباريه عشان يبدأوا يفكوا الشفرة.
المحقق لقى تفصيلة في غاية الأهمية. رفيق ريجي اللي كان معاها قبل ما لويس يوصل أعصر بيستخدم إيده الشمال، والكدمات اللي في وش البنت كانت في الناحية اليمين، والمتهم لويس بيستخدم إيده اليمين، ودي ثغرة ممكن تفرتك القضية. المحامي خد الشريط وراح للمدعي العام الجديد عشان يحشره في زاوية، بس اتصدم لما لقاه بيعرض بس تخفيف تهم، وده خلاه يحس إن في حاجة ناقصة ومستخبية عنه. قعد ينبش أكتر لحد ما كشف بلاوي في تناقضات بين ملفات النيابة ورواية الادعاء. واجه موكله بعصبية وقال له: ما قلتليش ليه إنك بتدفع لريجي مقابل علاقة؟ وسأله بوضوح عن السكينة اللي اتمسكت في مكان الجريمة. لويس أصر إنه بريء، وقال إنه بيشيل السكينة دي عشان أمه تعرضت لاعتداء قبل كده وهي بتفرج زباين على عقارات. في الليل المحامي وصل بنته لماج، وتاني يوم اتقابلوا في بار وحاول يفتح سيرة الشغل، بس هي رفضت وقفلت الموضوع. وبعد ضحك وشرب رجعوا بيتها، واللي حصل، وصحيوا في الصبح لقوا بنتهم نايمة جنبهم، وحاولوا ما يدخلوهاش في مشاكلهم، بس قامت خناقة خفيفة بينهم بسبب وقوفه الدايم في الناحية العكسية للقانون. وهو بيراجع الأدلة تاني لاحظ تشابه مرعب مع قضية قديمة اشتغل عليها، نفس الأسلوب ونفس الادعاء بأن الموضوع كان بالتراضي، وانتهى بقبض الضباط على واحد اسمه جيزس بتهمة مقتل دانا. وقتها رغم ان جيزس حلف انه بريء، المحامي ما قدرش يعمل غير صفقة لتخفيف الحكم. راح زار موكله القديم في السجن وطلب منه يحكي اللي حصل بالظبط من اول ما كان في الكباريه. جيزس حكى انه شاف ست وقربت منه واتفقوا يخرجوا سوا، ولما سألوا لو كانت اتكلمت مع حد تاني ليلتها، جيزس أكد انها اتكلمت مع واحد. وبمجرد ما المحامي وراه صور لمشتبه فيهم عشان يعرفوا، جيزس جسمه خشب اول ما شاف صورة لويس. نادى على الضباط وطلب يرجع زنزانته فورا وهو مرعوب. والمحامي رجع لصاحبه وبدأ يرسم الخطة والنظرية الجديدة اللي هتقضي على أي شك. الموضوع قلب كابوس حقيقي. ميك استنتج إن بعد ما جيزس ساب الست ومشي، في حد تاني دخل واعتدى عليها بعنف وقتلها، وساب نفس نوع السكينة اللي اتمسكت في بيت ريجي. المحقق صاحبه شايف إنه بيأفور، بس ميك متأكد إن موكله القديم مظلوم، وإن لويس هو اللي رتب الجريمة القديمة عشان يلبسها لجيزس. دي طريقته في اللعب، مودس أوبراندي، بيقضي على ضحاياه ويخلي غيره يشيل الشيلة. الصدمة الحقيقية إن ميك فهم اللعبة. لويس مش بس استأجره عشان يدافع عنه، ده استغله عشان سرية المهنة attorney client privilege تمنعه من إنه يبلغ عنه أو يشهد ضده. في الليل ميك رجع بيته لقى الباب مفتوح، ولويس قاعد بكل بجاحة بيعترف إنه هو اللي دخل، وأكد له إنه هو اللي خلص على دانا زمان. وبمنتهى الثبات والبرود هدد بنت المحامي وقال له: بنتك حلوة قوي، وخرج وسابه في حالة ذهول. في أول جلسة المدعي العام صمم إن ريجي هي الضحية، وميك رد بذكاء إن البنت طمعانة في فلوس لويس، وساب الحكم للمحلفين. بعد الجلسة وهو بيتفرج على بنته وهي بتلعب رياضة، طليقته ماج جات له بخبر زي السم. جري على بيت صاحبه المحقق ولقى المكان اتحول لمسرح جريمة والضباط في كل حتة. الموضوع بقى شخصي وخطير جدا. ميك لقى صاحبه مقتول برصاصتين والدم غلف عروقه. راح لفال وواجهه بالكذب، لأن فال ادعى إنه هو اللي جاب له القضية، لكن الحقيقة إن لويس هو اللي طلبه بالاسم. ميك شك إن في حد ساعد لويس في التخلص من صاحبه، خصوصا إن الخلخال بتاع التتبع ما أظهرش إن لويس كان في مسرح الجريمة. بعد ليلة صعبة وشرب كتير ومساعدة من طليقته ماج، صحي على رسالة صوتية من صاحبه فرانك قبل ما يتقتل، بيقول له فيها إنه لقى خيط جديد في القضية. وفجأة سمع صوت خبط على الباب في التسجيل، وكانت دي آخر حاجة سمعها فرانك قبل ما يقضي عليه القاتل. ميك اتصل بالدكتورة المسؤولة عن التحقيق وعرف إن الرصاص المستعمل من مسدس أنتيك قديم، ولما دور في بيته اكتشف الكارثة، مسدسه اللي ورثه عن أبوه اختفى. الخناق بدأ يضيق، وفي الجلسة اللي بعدها لويس بكل برود قدم له تعازي في صاحبه. وبعد ما الشاهد حكى روايته، ميك حاول يزنقه بالأسئلة، بس الشاهد فضل ثابت. فجأة الضباط دخلوا بإذن تفتيش وراحوا بيت ميك ولقوا علبة المسدس فاضية. المسدس ده له تاريخ اسود، كان ملك مجرم قديم أبوه طلعه براءة زمان، والمجرم أهداه لأبوه كتحية. المحقق كشف إن فوارغ الرصاص بتاع القضية القديمة لسه في الحرز، وهنا ميك لمح النور. لو الفوارغ القديمة طبقت الفوارغ اللي قتلت صاحبه، يبقى اللغز اتحل، وممكن يقضي على أسطورة لويس للأبد ويثبت إنه هو اللي سرق المسدس وقتل بيه. في الليل لونا جاته معاها تفاصيل عن شاهد ممكن يقلب الموازين. ميك عرف إن الشاهد ده موجود في نفس المصحة مع جلوريا، فاستغل ذكائه وطلب من جلوريا تنفذ مهمة سرية، وفعلا قدرت تتبادل رسائل مشفرة مع الشاهد المطلوب. في المحكمة ريجي بدأت تتهز واعترفت إنها بلغت
بلغت في شوية تفاصيل عشان تقوي موقفها. ميك مسك في الخيط ده وفضل يضغط عليها بالأسئلة لحد ما وقعت في تناقضات، وواجهها بإنها نصبت الفخ ده للويس طمعا في فلوسه. هي صرخت وقالت إنها الضحية، بس ميك ما اهتمش وكمل ضغطه ببرود. بعد الاستراحة لويس وقفت كشاهدة وحكت بتأخر إزاي ابنها شايل السكينة من يوم ما واحد حاول يقضي على شرفها وهي بتفرجه على بيت، وشهادتها خلت القاعة كلها تترعش من التأثر، والمدعي العام ما نطقش بكلمة. ميك عرض على موكله صفقة ب6 شهور سجن بس، لكن لويس رفض بكبرياء وقال له مفيش صفقات، أنا بريء. ميك رجع عربيته وطلب من السواق بتاعه ينفذ مهمة خاصة في صمت، وفي الجلسة اللي بعدها لويس وقف وشاهد بنفسه وحكى كل حاجة بتفصيل وبتأثر، لدرجة إنه عيط وهو بيقول إنه عاوز الكابوس ده يخلص. ولما جه دور المدعي العام سأله سؤال واحد ذكي: لو انت ما كلمتش ريجي قبل اليوم ده، هي عرفت منين إنك دايما شايل سكينة عشان تتبلى عليك وتستخدمها ضدك في الفخ؟ الولد اتوتر وبدأ يتهته وقال إنها مجرد صدفة، بس حتى صوته ما كانش مقنع لنفسه. المدعي العام وراه صورة البنت وهي متدمرة وسأله بخبث: تفتكر في واحدة تعمل في نفسها كده؟ لويس فضل مصمم على كلامه وقال: محدش يستاهل اللي حصل لها ده، بس مش أنا اللي عملته. بعد اللحظة الدرامية دي المحامي قرر يقضي على أي هدوء في القاعة وأعلن إنه هيطلب شاهد نفي جديد بكرة، والشاهد ده لويس ما يعرفش عنه أي حاجة. في الصبح قبل الجلسة ميك مال على لونا وقال لها في سرها إن الادعاء ناوي يجيب الشاهد اللي كان معاهم في المصحة، وطلب منها تفتح عينيها وودنها كويس. وهو داخل الضابط اللي دايما معاه في خناق وقفه وسأله بغل: انت بعت لي استدعاء للشهادة ليه؟ ميك ابتسم وسابه ومشي. الجلسة بدأت والدفاع اعترض على الشاهد الجديد عشان ما خدوش خبر بيه، بس الرد كان ان الشاهد لسه ظاهر امبارح بس. ميك خرج كلم المساعد بتاعه وطلب منه يجيب اوراق معينة في وقت محدد، ودخل الشاهد اللي هو نفسه المسجون اللي كان بيشحت من ميك انه يدافع عنه في اول الفيلم. الشاهد فجر قنبلة وقال ان لويس اعترف له جوه الحجز انه ادى البنت اللي تستاهل، وان ده سبب وجوده ورا القضبان. ميك بدأ يقضي على مصداقية الشاهد وطلع انه مرشد معروف بيبيع اسرار المساجين مقابل خدمات، بس الشاهد ما اهتمش وكمل كلامه بصدمة اكبر: الولد قال لي انه عمل كده قبل كده، والست اللي كانت معاه وقتها ما بقتش عايشة. القاعة سكتت تماما، وميك ما سألش الشاهد أي سؤال تاني. رجع مكانه وبص لويس بغضب وسأله: ليه حكيت للمرشد ده؟ لويس أنكر ببرود وقلب الطاولة على محاميه واتهمه إنه هو اللي مرتب التمثيلية دي كلها. المرشد كمل كلامه وبدأ يحكي تفاصيل بشعة عن الاعتداء القديم على دونا، ووصف إصابتها بدقة خلت الضابط اللي كان قاعد يتكهرب مكانه، لأن التفاصيل دي ما يعرفهاش غير القاتل. الضابط جري بره القاعة وزميله حصلوا بسرعة عشان يقضوا على أي فرصة لهروب الجاني. في اللحظة دي المساعد دخل بورق مهم، وميك واجه المرشد بكذبة قديمة عملها من سنين في قضية تانية. المرشد حاول يستهبل ويقول: مش فاكر، كنت مسطول وقتها. بس ميك زنقه بتقرير صحفي بيثبت إن شهادته الزور كانت هتقضي على حياة بريء وترميه في السجن. القاضي استدعى المحامين وهزق المدعي العام بسبب الشاهد الكذاب ده، وأول ما الجلسة رجعت المدعي العام سحب كل التهم، والقاضي أمر بالإفراج فورا عن لويس. الولد خرج وهو بيضحك، وميك قاله بمنتهى الهدوء: عاوز مسدسي يرجع لي. ولويس وافق بسرعة مريبة. أمه كانت طايرة من الفرح وعزمت المحامي على العشاء، بس هو رفض بذوق. وأول ما لويس لسه بياخد نفسه بره القاعة الضباط هجموا عليه وقبضوا عليه بتهمة قتل دونا. لويس كان صح، ميك هو اللي رتب الخطة دي كلها عشان يقضي عليه بالقانون ويلبسه الجريمة القديمة اللي كان هيهرب منها. وهو بيتسحب المحامي قرب منه وفكروا انه نفذ وعده، طلعوا براءة من قضية ريجي، لكن لويس رد بغل وهدده بان المسدس لسه معاه. فالمحامي حلف له انه هيثبت بالدليل ازاي المسدس ده وصل لايده اصلا. الضابط المسؤول عن قضية فرانك كان واقف مذهول ومش مستوعب الخطة، ازاي محامي يطلع موكله من تهمة بايد ويسلمه للكلبشات في تهمة تانية بالايد التانية. المحامي خرج لقى مخالفة ركن على عربيته، والسواق ايرل واقف بيعتذر له، والسواق اللي كان مبعوث في
في مهمة سرية عشان يستلم سلاح سلمه للمحامي وقال له خلي بالك يا بوس. في الليل المحامي رجع بيته وسمع رسالة صوتية خلت عقله ينور. يسوس المظلوم ممكن يكون ليه طريق براءة أخيرا، بس قبل ما يفكر الصدمة جات له في مكالمة من ماج بتقوله إن لويس خرج تاني بسبب نقص الأدلة. المحامي حس بالخطر بيقرب وطلب منها تاخد البنت وتستخبى، واتصل بفال وطلب منه يساعده يوصل لمكان الولد. رغم الخلاف اللي بينهم فال ساعده وحددوا مكانه بالظبط. ميك وصل الأول والاتنين وقفوا قدام بعض وجه لوجه، تهديدات متبادلة وكلام زي الرصاص، والمحامي صمم قدامه إنه هيقضي على كل ألاعيبه وهيطلع يسوس حر بأي تمن. النهاية طلعت غير متوقعة تماما وصدمت الكل. لويس كان فاكر إنه هيهرب، بس ميك كان مرتب مع عصابة الموتوسيكلات اللي حصروه ووروه الوش التاني. وفي نفس الوقت ماج كلمته وقالت له إنها لقت دليل مادي يقضي على لويس تماما، مخالفة ركن لعربيته قدام بيت دونا في ليلة قتلها. المحامي رجع بيته وهو فرحان، بس لقى مفاجأة مرعبة. أم لويس هي اللي كانت مستنياه المرة دي بمسدسه. اعترفت له بكل بجاحة إنها هي اللي قضت على المحقق صاحبه فرانك عشان تحمي ابنها، ولما ميك طردها ضربت عليه نار. ميك مسكتش وضرب هو كمان، والاتنين وقعوا على الأرض غرقانين في دمهم، بس قدر يطلب الإسعاف في آخر لحظة. بعد فترة في المستشفى خرج ميك بإيد مكسورة، وعرف إن يسوس المظلوم خرج براءة أخيرا، وده رجع الضحكة لوشه. وهو في طريقه عصابة الموتوسيكلات وقفته عشان يخلص مصلحة لواحد منهم، ورد ليهم الجميل ووافق يعملها ببلاش، والكل طلع مرضي. ميك لعب لعبة خطيرة جدا عشان يحمي بنته ويرجع الحق لأصحابه، بس السؤال بيفضل هل هو بطل ولا محامي شمال زي اللي بيدافع عنهم؟ النهاية بتقفل كل الخيوط بالدم والقانون. ميك قدر يقضي على الشر بنفس طريقته ورجع الحق لصاحبه بعد سنين من الظلم. فلو عجبك التلخيص الكامل لفيلم ذا لينكولن لوير وعاوز تعرف أكتر عن قصص المحامين، ما تنساش تعمل لايك وكومنت واشتراك في عراب الأفلام.